في مثل بيتقال وهو كبر وخرف، كبر وخرف. فالمثل ده بينطبق على الشخصية اللي انت شايفها دلوقتي في الصورة قدامك دي بالظبط. انا مش هعرض لك الفيديو ونقعد نسمع نفس الالفاظ اللي انت سمعتها من كذا فيديو، فانا مش هعرضها لك تاني عشان مش ناقصه هي ايه سيئات اكتر من كده. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي زيك، لان انت تسب طبعا الناس تفهم بقى هو بيسب ايه، فطبيعي هو بيسب خلاص استغفر الله العظيم يا رب، وبيشتم الحكام. ماليش دعوه بقى بنقطه الحكام دلوقتي، هرد عليها دلوقتي. ولكن بالنسبه ان انت عشان كوره ولعبه، انت اصلا شغال، انت شويه انت عامل ملابس وشغال عامل ملابس في نادي الزمالك، بتخلص شغلك تروح بيتك، عيالك قبضك اخر الشهر، خلصت الموضوع منتهي. ولكن تخسر، يعني مش هقولك تخسر بقى دينك يعني ان شاء الله يعني ربنا يغفر لك ويسامح لك ويسامحك، لان الموضوع صعب والموضوع فعلا مش سهل خالص ان انت تسب. ولكن الموضوع ان انت يعني تعمل موقف زي كده، بما انك راجل كبير وبما انك المفروض تبقى انت اصلا عاقل فتعمل الموقف ده عشان خاطر كوره وعشان لعبه وعشان خاطر نادي. طز في النادي يا عم، طز في الكوره وطز في اي نادي عشان تخسر حاجه زي كده، او تتكلم وتبرطم بكلام عبيط مهلفط ملوش اي لازمه زي كده. دي بالنسبه للنقطه دي، فانت اصلا كده بلا عقل اساسا، ربنا يشفيك وربنا يهديك. النقطه التانيه تشتم الحكام، راح تشتمهم ليه؟ هو عمل ايه يا عم الحكم في الماتش اصلا؟ هو لازم يحسب لك ضربه جزاء؟ هي عافيه، ضربه جزاء عافيه يعني ما نعرفش نكسب بمجهودنا، فلا احنا لنا ضربه جزاء، احنا مظلومين، احنا علينا مؤامره، احنا اللي نيله، احنا ولا بنعرف نكسب، ولا بنعرف نبقى رجاله في الملعب، ولا بنعرف يكون عندنا اداره ذو حكمه واداره تشتغل. لا احنا عندنا اداره لقطات، وعندنا لعيبه بتوع لقطات، دونجا شيكا زيزو مش عارف مين، بالونه عايزين 100 مليون، عايز 100 مليون، ابويا عايز 10 مليون عموله عشان اجدده، والجو اللي هالفتره ملوش اي. فما فيش يا معلم مبادئ، ما عندكش الحزم اللي موجود في الناحيه الثانيه في النادي الاهلي. على فكره الناحيه الثانيه في الاهلي موجود الحاجات دي، انت ما عندكش الكلام ده، عندك بس بكبكه في الكلام، بنتكلم بس، واول ما نخسر بطوله او نخسر مباراه او نتعادل نقع مش عارف ايه، نرمي فشل على الحكام، نرمي الفشل عن المؤامرات والجو اللذيذ اللي احنا عايشين فيه ده. فاحنا الجو اللذيذ اللي احنا عايشين فيه ده بسبب عقليه بعض جمهور الزمالك اللي فيه نسبه كبيره جدا منه هم السبب في اللي احنا فيه. لان انت وجودك سبب في ان واحد زي بالونه يطلع يقول لك انا عايز 100 مليون، ابويا عايز 10 مليون عشان اجدد. بسببك واحد زي شيكا بتوع لقطات مش عايز يعتزل لحد دلوقتي. ليه؟ عشان انت يوم ما تعتزل والله احنا هنموت وهنسيب الكوره. ما تموت ولا تغور في داهيه. لقطات دوجا، لقطات مش عارف مين، الاداره نفس الكلام، شايفه ان انت كجمهور عقلك محدود، فعادي هنديك على قفاك وهنضحك عليك. النهارده زعلان، بكره عادي هنعمل اي لقطه عشان انت بتحب اللقطه، انت كجمهور بتحب اللقطه بس، وعشان انت بتحب اللقطه فخليت واحد زي ده ملوش اي لازمه يطلع ويسب ويشتم. كفايه بقى لقطات.